تمشي مع هذا التغير. فما ينفعش تقول لي ان انا عايز اطبق الدين. انا مش مشكلتي تطبق دين وما تطبقش الدين، طبق دين على نفسك. انا مشكلتي ان انت تعمل لي نظام اجتماعي وسياسي واقتصادي ودستور وقانون وتعليم قائم على حاجه واحده فقط، الصالح المجتمعي، وان يكون الوطن مصر فوق اي اعتبار. ما حدش يقول لي احنا ننصر الاسلام، عايز تروح تنصر الاسلام انصره في حته ثانيه. انا اهم حاجه عندي مصر، الوطن، الانسان. وبالتالي هتحط لي الاسلام مش مهم عندك في الاولويات؟ ما هو مش قضيتي، لان انا ما يجمعني مع المصريين ليس الاسلام، ما يجمعني مع المصريين هو مصر. لو انا رحت انصر الاسلام ومؤمن ينصر الاسلام وجرجس ينصر المسيحيه وبهاء ينصر البهائيه، ما بقتش مصر، بقت حرب اهليه. هو ده ما السؤال. ينفعش ينصروها ويبقوا مع بعض؟ انا مش قضيتي تنصروها وما تنصروش، انا قضيتي الدنيا اللي انا عايش فيها، كيف نحقق فيها صالح مجتمعي. أيوة لكن الاخره مش انا ما ينفعش هم بينصروها يحققوا يا ريت لو هو والله حقق لي مشروع يحقق صالح طب ما دنيوي. بيقول انه عايز فرصته عشان يحققه. هو في خلال سنه سقط مشروع. لا اسمح لي معلش، ده ما حصلش خالص. لا مشروع اسلامي حصل خالص. قال ان ده مشروع على مدار على مدار 63 سنه مفيش اي. انتظرونا بعد الفاصل، هنتكلم بس في الفاصل شويه ونرجع لحضراتكم تاني. يلا.